على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبيد الرحمة. تعلقت إرادته العذالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما عجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أجناف الوجود وطرد البرد العوالي بتراب التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف غمر القون بهجة وجه صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته مفعة في شؤونه وجمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقله معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملع الوجود خلق نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجعت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب فيها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق والإسلام صلى الله عليه. تسقط بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوه عن اليقين من سر ذلك الإذعان وتكديك شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا صادق في قوله وفعله ومبلغا عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فضله ونبله صلى الله عليه. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة جهل المقتصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظم من نعمة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بحكمة الكمال وقام بحق العبودية من مواد حكمة لله وأكبر عليه راية الإقبال. صلاة ينتقل بها روح مصلي عليك به وينبسط بقلبه نور السر تعلق به وعوفه ويخطب بها بعناية لله بإذبه وعلى آله وصحبه الذين انطقوا صحوة مجد بقلبه وتبيعوا خلال أصله بأخته وأخبه ما أنظر الأحوال بنذكرهم نصيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلق سيرة الله في العلم القديم بظهور إصرار التحسيس للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير
في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه هاون وصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسراب الكريمة والبطون صلى الله عليه فما من صلب ضمه إلا وتمسأل من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وهسست به من هسست صلى الله عليه فكان مستقره في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم شهادتي بشرا لا كالبشر صلى الله عليه نورا هي الأذكار زهور وبهان فتنقسم التراكم لهذه الحروف يرجو ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بشاشة في ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فعنا طالب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به من في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقي صوته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعي التألق بهذه الحضرة الكريمة والعيد التشوق إلى سمع وصاف عظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع وترهن براه ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يهد ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائلته أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه بهدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اهتزت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من حسسته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم
وأمي التي هي بالمهاوب آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشعها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف رتل العطاء وتأمنا على جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل سعد علينا والأعلى من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من غير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى في المشارق والمغارب. مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأمنا على جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس الخفيات فيها الكواكب. مرحبا أهلا بشمس قد محال كل الغياهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأمنا على جمعا ما بدا نور الكواكب. وله شكر على ما قد حبانا من مواهب. يا كريم
وعجل بالمطالب يا كريما يا رحيما خذ وعجل بالمطالب يا كريما يا رحيما خذ وعجل بالمطالب من توجه بك ما رجاء من ذاك واغفر غير ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله ترجى أشرف الرسل الطائب وتأم أنا جمعا مبدا نور كواكب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المملوك. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية
ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجنة والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجنة والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا حلال مثاني فهزر اليوم نغار وستضيء بجمال فقط الحسن تفرد يا نبي سلام
بشرى بسعدين مستمرين ليس يلفى حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد صل يا ربي على النبي الهادي الأمين المجافى بالقيامة للخلائق أجمعين فلربي كل حمد فلربي كل حمد جل يحصره العاد الله الله إذ حمانا بوجودي إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله الله صل يا ربي على من صل يا ربي على من اسمه طه وياسين الله الله المشافع في القيامة المشافع في القيامة من أتانا بالبراغيث الله الله يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا لزيارة قصدنا الله لا تزيد الشفاعة إن رب العالمين الفصل الله على زين الوجود من ساقا ضيبا وخيا في زروده الله على زين الوجود من ساقا ضيبا وخيا في زروده وهدينا نهج سبيله يا سبيلي كي به نسعد ونرشد ونرشد الله على زين الوجود من ساقا طيبا وحيا في درود الله 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 لولا
عينا الله 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 في بركة والمدينة الله 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 لولا النبي ما عينا الله 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 ببركة والمدينة الله 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 ربي بلغنا بجاهه الله 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 في جواره خير مقعد الله 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 لولا النبي ما عينا الله 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 ببركة والمدينة يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة خلالي يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب طب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم من متن أمي بردا رفعه إلى السماء معميا بذلك رفي إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومولد ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهونا مكنوعا سرا تولد ذلك للشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب.
فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاعي رضي الله عنها قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسلتمت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسوم الروم. قال ثم ألبسته وأنجته فلم أنشد غلزات وظلمة ورعب وكشرت عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عدوني رعب وظلمة وكشرت عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى تمس الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف إلا مولاه وأن عناية بكل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه وسلم حسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين هلما وربقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ محتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين عجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسر به تعطرت الطرق والمنازل وبأرب ذكره تبيت المجالس والمهافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصفه الحبيب وشأنه وله الأولى بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السعاب إنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وبذلك يحسن الخصم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين.
وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق وبجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكتي شر الظالمين فنبي المسجدون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita selesaikan acara Maulid di tempat Al-Khal di Turbah Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya untuk mengambil keberkahan daripada majlis kita pada sore hari ini di hari Jumat. Marilah kita mendengarkan daripada mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Habib Al-Ustaz Ahmad Zaki bin Hamid Al-Kaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Wal mukarramun wal muhtaram yang al-fakir muliakan, yang al-fakir hormati guru kita bersama Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab, Al-Habib Nabir bin Umar As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Syahab wa jami'il asatidzah wal habaib, khususan Habib kita bersama Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid wal Habib Syahabuddin bin Syahab wa ikhwanih dan saudara-saudara dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu nama antum-antum sekalian tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum sekalian. Ma'asyiral habaib wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk bersama-sama mendengarkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan telinga kita untuk kita mendengar pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan lidah kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang mulia, di hari Jumat Sayyidul Ayyam,
di bulan yang mulia, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang mulia, di hadapan Al-Arif Billah, seorang wali min awliyaillah, Sayyidul Jad Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, di waktu yang mulia, wa fi sa'atil Fatimiyah, di waktu yang mulia habis asar daripada hari Jumat, yang merupakan di waktu yang mustajab, waktu yang Sayyidina Fatimah, ummuna Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau kalau sudah asar hari Jumat beliau berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat sampai masuk daripada waktu maghrib. Pada saat ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di atas kemuliaan. Kita sekarang ini kita masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pintu Al-Arif Billah, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Insyaallah tidak diragukan lagi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan qabul kepada kita, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, jauhkan daripada kita bala dan musibah, daripada kita dan keluarga kita, khususnya daripada kaum kita, saudara kita, kaum muslimin yang di Palestina, yang mereka berjuang, mereka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuh mereka daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang membenci kepada agama Islam, karena di situ merupakan biladul anbiya, yang mana di situ tempat yang luar biasa, yang tinggal di situ banyak daripada anbiya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang as-shadiqin, khiyar hadhil ummah, orang-orang terbaik daripada umat ini, sebagaimana di hadapan kita yang termasuk daripada minas shadiqin Al-Habib Sahibul Turba, Al-Habib Al-Barakah, Al-Habib Aqil bin Umar bin Yahya, dan begitu juga minal ahya wal amwat, yang ada di antara kita ini, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dekat kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, para aulia Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara para ulama yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kunu ma'ah, bersama. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa kunu minas shadiqin, jadilah kalian termasuk orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang istiqomah, yang luar biasa. Karena merupakan magam yang seperti ini, merupakan magam yang tinggi, magam yang luar biasa, yang tidak semua orang mendapatkan atau mencapai kepada magam tersebut. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala tahu dan masih sayang kepada kita, maka Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kita bersama mereka. Makanya dikatakan illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak mampu seperti mereka, hendaklah kita menyerupai mereka, dekat kepada mereka, memiliki keyakinan cinta kepada mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Orang yang menyerupai orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahu, merupakan keberhasilan, kesuksesan dan keselamatan kelak dia di hari kiamat. Oleh karena itu ma'asyil ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini merupakan maulid yang istimewa, yang bisa kita katakan lebih istimewa daripada maulid-maulid yang lainnya. Wa kaifala, bagaimana tidak? Sekarang ini fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat, wa fi sa'ah Fatimiyah, wa fi syahril Maulid, wa nadkhul ila al-Habib al-Azam sallallahu alaihi wasallam abra hadzal habib,
kita melewati bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui masuk pintu bersama Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya. Oleh karena itu tidak diragukan lagi. Maka yang punya hajat minta sama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat inilah, mumpung belum keluar dari majlis ini, karena pada saat ini waktu kita waktu yang luar biasa. Tidak diragukan lagi pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita wasilah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya. Ini merupakan orang yang bisa membawa kita cepat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita punya uang dalam. Ya, kita punya uang khusus. Orang kalau pengen nak bertemu sama pejabat-pejabat yang tinggi, mungkin kalau dia nak bertemu langsung susah. Dia nak ngandalkan langsung dia itu nak langsung sampai ke presiden. Susah, uang biasa. Akan tapi kalau seandainya dia dekat dengan uang dalam presiden, orang-orangnya khususnya presiden, maka dia bakal cepat until lewat sini, melo anabe. Dan insyaallah kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hadal imam. Ya, bersama Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya. Masyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidaklah kita berkumpul di sini membaca daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan wali min auliyaillah yang merupakan pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau termasuk ahlil haq yang diisyaratkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, i'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum fi tariqit tuqa min haitsu saru warahum. I'rifil haq li ahlil haq, ketahuilah bahwa sesungguhnya kebenaran itu li ahlil haq itu berada pada orang-orang yang hak. Seperti di hadapan kita Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya, seorang yang luar biasa, seorang yang malamnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sekarang berada di turbahnya, yang kita berada pada saat ini di rumahnya, yang kita berada pada saat ini tempat beliau khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada tempat ini menjadi saksi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun yang luar biasa ketika beliau masih hidup bahkan sampai sekarang. Masyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikutip di situ daripada kitab Tuhfatul Ahbab Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab Umar bin Alwi Al-Kaf, yang di situ menyebutkan mahallul wali afdal min qabri. Tempatnya seorang wali itu, rumahnya seorang wali itu lebih afdal daripada turbahnya, daripada kuburannya. Ketika seorang berziarah ke rumah wali, itu lebih afdal daripada turbah di tempat kuburannya. Dikatakan kenapa? Lianna baituhu muttasilun bisawbih, karena rumahnya itu bersambung atau terkena dengan bajunya. Wa thawbuhu muttasilun bijasadi, sedangkan bajunya itu bersambung dengan jasadnya. Wa jasaduhu muttasilun biqalbih, sedangkan jasadnya bersambung dengan hatinya. Wa qalbuhu muttasilun billah, dan hati mereka itu bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan yang luar biasa ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak diragukan lagi daripada yang diisyaratkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam qasidahnya, fahumul kathirut tayyibul mad'u lahum min jaddihim hina zafaf ala ta'i. Fahumul kathirut tayyib, maka tidak diragukan lagi Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya termasuk orang-orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jaddihim hina zafaf, ketika menikah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib wa ummuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, min jaddihim hina zafaf ala ta'i. Apakah kalian tidak mengingatnya, kata beliau Abdullah Al-Haddad, ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah beliau menikah, kemudian beliau didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma akhrij minhumal katsirut thayyib, ya Allah keluarkan dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah al-katsirut thayyib, orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak. Dan alhamdulillah tidak diragukan lagi Al-Habib Aqil termasuk daripada orang tersebut yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan abaitun nubu qaumun yughathu bihim idza halal bala waladal masaghibi kal ghuyuthil hammai. Beliau adalah termasuk suatu kaum atau suatu golongan yughathu bihim, yang kita
bertawassul kepada Allah melalui mereka. Idza halal bala, ketika datang suatu bala, ketika datang suatu kesusahan. Waladal masaghibi, begitu juga ketika seorang dalam keadaan kelaparan, dalam seorang yang kesusahan. Kal ghuyuthil hammai, mereka bagaikan hujan-hujan yang lebat yang turun. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Allah lewat Al-Habib Agil, lewat kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada kabut yang ada di kota kita. Allah Subhanahu wa taala angkat balanya. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada kita, hujan rahmat, hujan yang barakah, hujan yang manfaat, yang bisa memberikan kesegaran, yang bisa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dikatakan qaumun yughathu bihim idza halal bala wa ladal masaghibi kal huyuthil hammai qaumun idza arkha dzalama sudurahu lam tulfihim rahnal wata wal marja'i. Kemudian ciri-ciri beliau sama dengan yang dicirikan oleh Habib Abdullah bin Abi al-Haddad. Qaumun idza arkha dzalama sudurahu, suatu kaum yang kalau sudah masuk malam hari itu pada kegelapannya, ketika seorang orang mereka banyak yang tidur, orang-orang banyak yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lam tulfihim rahnal wata wal majja'i, engkau tidak akan menemukan mereka di atas pembaringannya, engkau tidak akan menemui mereka di atas tempat pembaringannya yang mereka menikmati daripada pembaringan tersebut. Bal talgahum amudul maharibi guwaman lillah akrim bis sujudir rukai, akan tapi engkau bakal mendapati mereka amudul maharib, bagaikan tiang-tiang mihrab, bagaikan tiang-tiang masjid yang berdiri tegak kepada Allah Subhanahu wa taala. Guwaman lillah, yang mereka berdiri kepada Allah. Akrim bis sujudir rukai, yang mereka memuliakan Allah di dalam rukuk dan sujudnya mereka. Yatluna ayatillahi tadabburan wa fihi walakal ghafilil mutawazza'i, yang mereka berdiri membaca daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mentadabburi daripada kalam Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi dalam Al-Qur'an, tidak seperti orang-orang yang ghafil di dalam membaca Al-Qur'an, yang mereka tergesa-gesa dalam membacanya. Masyarakat ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu tidak diragukan lagi ada pada sosok beliau Habib Agil bin Muhammad bin Yahya, yang mana hendaklah yang seperti inilah kita meniru mereka, kita meniru daripada kehidupan mereka. Memang kita mungkin tidak mampu untuk meniru mereka itu 100%, berat untuk kita meniru mereka mungkin 100%. Makanya kita diajarkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Sirah Habsyi dalam qasidahnya, ala gadaman ala gadamin bijiddin auza'i, kita meniru mereka itu jangan langsung ya Habib ini sholat 100 rakaat nak langsung 100 rakaat juga malam itulah nyisik, malam besok tak semayang lagi, tak kuat. Makanya dikit-dikit kalau nak naik tangga itu sikok-sikok dulu, jangan langsung. Gadaman ala gadamin, gadaman ala bijiddin auza'i, man la salak fi tariq ahlih tahayyam wada fa ya furu'an nabi siru alal ittiba, siru alal ittiba, gadaman ala gadamin wahdharul ibtida. Kita dianjurkan oleh beliau, dinasihatkan oleh beliau, afaya furu'an nabi siru alal ittiba, wahai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih khususnya siru alal ittiba, jalanlah kalian ittiba, mengikuti daripada ajaran orang-orang tua kalian, mengikuti dari ajaran salaf-salaf kalian, mengikuti daripada Al-Habib Agil bin Muhammad bin Yahya. Gadaman ala gadamin, mengikuti mereka selangkah demi selangkah, dikit-dikit. Tak bisa seperti beliau, paling tidak 10%, tak baca 10%, di bawahnya itu. Setiap kita mengamalkan, ketika kita mendengarkan Habib Fulan salat sekian rakaat, maka kita salat juga macam itu, dengan kita niatkan, ya Allah, ana melakukan salat sunnah ini walaupun cuma 2 rakaat, ana niat mengikuti beliau. InsyaAllah dengan kita niat mengikuti beliau akan tambah kecintaan di dalam hati kita, dan kita memiliki ta'alluq kepada mereka. Masyaallah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah di tempat yang seperti ini
waktu yang seperti ini kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan dengan husnuzan yang luar biasa. Husnuzan yang beliau Al-Habib Ali, beliau mengajarkan kepada kita ketika kita husnuzan kepada aulia Allah. Dalam qasidahnya yang panjang beliau mengatakan ketika beliau berziarah kepada aulia Allah, khususnya ketika beliau berziarah ke Zambal, beliau mengatakan yang di dalam qasidah beliau tersebut, sadat qalbi bihim daim wa hu fi syaraf. Mereka adalah sadat qalbi, mereka adalah pemimpin hatiku. Bihim qalbi bihim daim wa hu fi syaraf, yang mana hatiku selalu rindu kepada mereka. Jadi hendaklah mengajarkan kepada kita mempunyai ta'alluq yang luar biasa kepada orang-orang saleh, kepada salafun salihin. Yahli lakum qadr indallah ali syaraf. Wahai keluargaku, wahai Habib Agil bin Yahya, lakum qadr ali indallah. Engkau mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ali syaraf, yang tinggi, yang mulia. Wa man dakhal fi himakum la yakhaf. Wahai Habib Agil, barang siapa yang masuk ke dalam tempat anda, tempat kamu, la yakhaf, tidak bakal takut, tidak bakal takut di dunia, tidak bakal takut di barzakh, tidak bakal takut fi yaumil qiyamah. Karena orang-orang yang bersama orang-orang yang soleh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaq bikum adrak jami'at tuhaf. Dan orang-orang yang memiliki ta'alluq kepada antum, orang-orang yang punya ta'alluq kepada antum, bakal Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada semua keinginannya. Waqafna ba'ta bikum wa antum ghinaman waqaf. Sungguh kami sekarang ini sedang berdiri di depan pintumu. Kami duduk, kami berharap di depan pintumu. Wa antum ghinaman waqaf. Engkau bakal mencukupi dan memberikan kepada orang-orang yang berdiri di hadapan antum. Wali ilaikum nasaf arafu man qad araf. Wa jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf. Kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa antum ba'da jaddi khalaf. Sedangkan antum setelah Nabi Muhammad, khalaf adalah pengganti. Fikum wirasat usahat saf ya khair saf. Pada diri antum terdapat warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya saf adalah safnya antum. Huttu nadharakum ala man bidzunubi i'taraf. Tolong pandang kami, pandanglah kami, orang-orang yang mengakui daripada kesalahan kami. La tuhmiluni wa shallu min gadayan nakaf. Jangan kau sia-siakan kami, jangan kau telantarkan kami. Wa shallu min gadayan nakaf. Tolong bawa kami ini, tuntun kami ini, wahai Habib Agil bin Muhammad bin Yahya. Ya khair walid bi auladih ra'af. Wahai sebaik-baiknya ayah kepada anak-anaknya. Wa ahlih ra'af, orang tua yang sayang kepada keluarganya. Salat tagsyak ya haiz khisalus syaraf. Asa ma'akum bala nakhluf kama man khalaf. Semoga kami bersama kalian dan kami tidak termasuk bersama orang-orang yang melanggar. Asa ma'akum bala nakhluf ma'aman khalaf. Semoga kita bersama antum, wala nakhluf kama man khalaf, dan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang melanggar. Asa ma'akum wala nakhluf ma'aman khalaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jaza. Kami ucapkan kepada Al-Habib Ustaz Zaki bin Hamid Al-Kaf, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan daripada doanya juga mudah-mudahan istajabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengamalkan daripada apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu Talqinu Dzikir, insyaallah yang akan disampaikan oleh Talqinu Dzikir oleh Al-Habib Al-Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبي من قبلي لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله
Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam. كلمة حق عليها نهي عليها نمون عليها إن شاء الله تعالى آمين يا رب العالمين. اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بين تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا أحد منا عن بابك مطرودا أو محروما. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على فكر اللهم الخير إن عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل. Mintaan dari panitia 1 halaqah 4 orang.